التسعينات في فرنسا قامت واحد المظاهرة احتجاجية، مطالب شعبية ربما، وفرقتها قوات الأمن بواحد الطريقة عنيفة، وكانت اعتقالات والضرب والجرح للمواطنين المتظاهرين. وكرد على سؤال في البرلمان على وزير الداخلية آنذاك شارل باسكوا في عهد حكومة رئيس الوزراء ليونيل جوسبان جو كخوا، في عهد شيراك رئيس الدولة آنذاك، فاستنكروا زعما داك التدخل العنيف ديال قوات الامن الفرنسيه في دوله ديمقراطيه كفرنسا ممهد الحريات وعريقه في ثقافه حقوق الانسان. فكان الجواب ديال وزير الداخليه على ان اذا اقتضت الضروره الغاء قوانين الفرنسيه لحمايه البلد فلن نتوانى عن ذلك. يعني ان البلاد اذا كانت في واحد الخطر او لا شي تهديد اللي غيمس بالامن القومي ديال البلاد، فالقوانين تنحطوها اكوتي. هذه فرنسا. في الولايات المتحده الامريكيه اللي القمع عندها ممنهج ومدستر وبالقانون، شفنا كيفاش حركه احتل وول ستريت في 2011 ابانات وراء الربيع العربي، كيفاش كانت المواجهه ديالها امنيا. في نهارهم كاين على العصا والتفرشيخ، واللي طاح في يديهم داوه وحاكموه بتهمة تهديد الأمن العام ديال البلاد. تنشوفوا دائما في مظاهرات احتجاجية عبر مقتل أحد المواطنين الأمريكيين من أصل إفريقي ولا هادي، كيفاش أن الجيش الأمريكي تيهبط للشوارع وكيدير حالة، كيعلنوا حالة الطوارئ. هذه الولايات المتحدة الأمريكية وكباقي دول العالم اللي كتحاول انها تحافظ على السلم الاجتماعي والامن العام ديال بلادها والامن القومي ديال بلادها، انها لا تتوانى في القيام باعمال تصل الى درجه القمع. شفنا اسبانيا مؤخرا فاش ناضوا لي كاتالون بزعامه الحكومه الكتالونيه لان عندهم حكم ذاتي، انهم بغاو يعلنوا لاستفتاء الانفصال من اسبانيا. شفنا كيفاش قوات الامن والدوله الاسبانيه كيفاش هبطات بالعصا والتفرشيخ والهرماكه، رغم التنديد ديال فريق اف سي برشلونه العالمي وجيرار بيكي وبويول وغوارديولا والعالم كله تندد. ما تسوقوش، تقول لك الامن القومي ديال البلاد هو الاول في المرتبه الاولى. هكا الدول ما ينوضش واحد من هنا ولا من هنا مريض بشي ايديولوجيه ولا بشي فكر ولا هادي وبغى يطبقها عليهم. مرض هاد المداخله المدخل هو تصريحات ديال عزيز غالي المناضل الحقوقي، المناضل الحداثي التقدمي، الذي يعتبر أن المغرب دولة قمعية، دولة ديكتاتورية، دولة تعيش في القمع الممنهج، وأنه تندد دائما دير نظر كحلين وترد البلاد ظلمة، أنه تيعكس الإجماع الشعبي، الإجماع الوطني على مغربية الصحراء. وتيبان لي انه زعما صراحه الله بيني وبينك السي عزيز غالي، واخا ما يوصلكش لانك انت رئيس الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان وكتعامل مع منظمات دوليه وهيومن رايت ووتش و هذيك سميتها امنيستي انترناسيونال، يعني ما عندكش الوقت ولا هذا باش تشوف فيديو ديال واحد ناكيره من الشعب بحالي. لكن هذا الفيديو هذا الاتباع ديالو والناس اللي منبهرين بالخطاب ديالو، نقدر نقول قولبتي راسك اخويا عزيز، والله الا قولبتي راسك، لانك تخطيتي الحواجز، تخطيتي الخطوط الحمراء داخل المغرب ماشي خارج المغرب كما تيديروا شي شميت، لا داخل المغرب. هذه نقدر نوصفوها شجاعه منك وتقدر تحسب عليك ضدك. ان المغرب بلد ديمقراطي، بلد يحترم الآراء، عنده هامش من حرية التعبير، لدرجة أنه واحد المواطن مغربي ناض وعطى الرأي ديالو في واحد القضية مفصلية حساسة واللي عليها إجماع، وخارج الإجماع ما متفقش وضد، ورغم ذلك هو حر طريق. عرفتي يشدوا التصريح ديالك ويدوزوه في المنظمه العالميه لحقوق الانسان وجنيف وهادي، والله تيشدوا روسهم بالله، والله تيقول لك المغرب هرب في مجال الحريات.
هذه من جهه هكا تتقرا لان ما تقدرش صراحه مقارنه مع الجزائر اللي ما فهمتش انايا. هاد الناس هاد الحقوقيين المغاربه وهاد المناضلين وهاد الناس ديال المقاومه والممانعه لدرجه وحدين كاع تيبغيو انهم يفضلوا الجزائر على المغرب. ما عليناش انا ما نتهمكش. الجزائر تمشي تقول لهم في وسيله اعلاميه تقول لهم ان تقرير مصير القبائل، قسما بالله تتشوف الوجه الاخر ديال شنقريح. هذاك عمي تبون والله تيتسيف عليك بالله بعد ما يلقاوكش. والدليل هو داك السنصال جابوه من فرنسا استدرجوه. السيد عنده كدو 70 عام ما عقلوش عليه فقط لانه قال الحقيقه. قال 62 كذا الصحراء مغربيه كذا. معنين دابا الجزائريين حقانيين تيقولوا باللي الصحراء مغربيه ومغربي عايش معانا من خير هاد البلاد هادي. عيش اللي قراتك اتونسيون قراتك وصلتك لاعلى المراتب وليتي بخير عندك فارماسي وعايش بخير ورغم ذلك ضد البلاد ديالك ماشي مشكل. انا نحترم انك انسان صالح مع نفسك لكن بالمقابل بغيت نفهم السي عز غالي ملي كتمشي تريح مع حقوقيين دوليين كما كتبجح علينا وكتريح معهم وكتناقشوا اوضاع حقوق الانسان في العالم وفي مناطق التوتر. ودائما مناطق التوتر كنهضروا على فلسطين، تنهضروا على لبنان، تنهضروا على ايران، تنهضروا على سوريا، على العراق، على اليمن. كيفاش كيكون رد الفعل ديالك ملي كينتقدوا النظام السوري ديال بشار الاسد او الجرائم الطائفيه ديال حزب الله او التدخل السافر ديال الميليشيات الطائفيه الايرانيه في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان ومناطق التوتر؟ وبالمقابل كيفاش نتايا حقوقي وتقدمي وحداثي كتستشهد وتشيد بدولة كإيران، دولة منغلقة، دولة متخلفة حقوقيا، دولة اللي ما تنعرفوا عليها حتى شي حاجة إلا بعض الزومات كلها احتجاجات محتشمة ديال المواطن الإيراني من بعد تنسمعوا أن إعدامات هذه على في وسط الميدان. كيفاش حقوقي تتفق مع التوجه الإيراني وإيران تتعدم مازال تطبق عقوبة الإعدام ما كتطبقش في المغرب من عهد تابت، من آخر إعدام اللي كان ديال الحاج تابت في 1993. يعني 30 عام دابا المغرب قطع مع تطبيق عقوبة الإعدام رغم أنه مازال تتحكم قضائيا ولكن ما تتنفذش. كيفاش نتايا سي عز غالي الحقوقي كتناصر وكتدافع وتشيد وتتفاخر بلقاءاتك المتكررة بقيادات حزب الله المقاوم الممانع الذي لم ينبطح للإمبريالية العالمية، وهو منظمة طائفية ترقى إلى مستوى منظمة إرهابية ومافيا لتجارة المخدرات الدولي. زعما أنا فراسي أنت ما فراسكش، ما فراسك باللي راه حزب الله بزنازه ديال المخدرات وعندهم علاقات متشعبه متشابكه مع كارتيلات ديال كولومبيا والمكسيك. اوكي سي بون. وكيفاش سي عز غالي تناصر محور الممانعه والمقاومه المتمثل في الرمز ديالو، المحور ديالو هو نظام الاسد سابقا اللي معروف بالهمجيه ديالو وبالوحشيه ديالو بالديكتاتوريه ديالو وبالقمع ديالو الطغيان ديالو وما تنفنفش. نتحداك السي عز غالي انك كنتي مواطن سوري والله لا حليتي فمك في سوريا. نتحداك السي عز غالي والله كنتي مواطن لبناني ما تقدر تنتقد حزب الله والله تيدوبوك في لاسيد، والله ما تقدر تحل فمك في ايران او لا تنتقد النظام الملالي، والله ما تقدر تحل فمك في مصر، في السعوديه، في قطر، في الامارات، في الجزائر، في تونس، في موريتانيا حداك في الدوره. لكن في المغرب تحل فمك وتشرعوا وتجي ضد الدوله وضد الشعب. ورغم ذلك الا سولوك على المغرب كحل، المغرب ما فيه ما يتشاف، المغرب كذا، شوفوا هذه الملف ديال السيده، الملف ديال هذه، الملف ديال ترى بقى حقوقي ما استحمص. انت مريض بالحلقيات ديال لافاك وباقي ما بديتش تحيد عليك الحقد ديالك المترتب على شي ازمه نفسيه او لا شي طفوله كما ما نعرف وحاقد بزاف. المهم هيومان رايت واتش، امنيستي انترناشونال غادي تشكر المغرب انها بلد فيه الحريات